يا مساء الورد والفل والياسمين. من احلى الاغاني اللي انت ممكن تسمعها في عيد الاضحى وبتمثل الاتيتيود بتاع عيد الاضحى والذبح هي اغنيه كركشندي ذبح كبشه، واللي فيها الكاتب الكبير بيوصف الكركشندي اللي الناس لموله الفلوس علشان يقدر يسعد اهل بيته في ان هو يجيب كبش ويذبحه على العيد. بس للاسف الكبش كعاده كتير من الأحباش والعجول في العيد إن هي بتهرب، بيحاول يمسكه ما بيعرفش، وفي الآخر المهم إن هو ما بيعرفش يجمع الفلوس تاني علشان يذبح الكبش في العيد ويعيني بيكون سهل. الغريب بقى في الأمر إن الكاتب الكبير مأمون الشناوي هو كتب القصة عن رواية بيقال إن هي حقيقية حصلت قدامه. والأغرب في الموضوع إن الملحن لما جه لحنها علشان المفروض يظهر المعاناة بتاعة الكركشان اللي يا عيني معرفش يذبح الكبش بتاعه والكبش هرب، عملها بموسيقى خلاها فرايحي، ما عملش حزن في الأغنية وخلاها هي أغنية سعيدة ومبسوطة وفرح رغم في كلماتها كلها مأساة. أنا طبعا مش هاجي أحكي لكم قصة الأغنية واللي إحنا أكيد كلنا عارفينها وبنسمعها وبنحاول نحفظها رغم كلماتها الصعبة وما بنحفظهاش. أنا جاية أقول لكم النهاردة معنى كلمة كركشانزي. يعني كركشانزي هو الراجل اللي بيبخر المحلات كل يوم الصبح، بيبقى في إيده مبخرة بيدخل يبخر المحل. وكلمة كركشندي هي كلمة ظهرت معانا في العصر الفاطمي لما ابتدت تظهر معانا المهنة دي. فالكركشندي هو اللي بيبخر المحلات، بس هي للأسف لحم كبشه احنا ما نقدرش.